طيب يا جدعان، انا حصل معايا موقف يعني لما كان الماتش شغال، يعني انا اتضايقت، والله اتضايقت جدا كمان. تمام، ايه اللي هو الموقف يا عم مصطفى؟ اقول لك انا دلوقتي جا عيل صغير معاه 200 جنيه، طفل يعني. فقلت له عايز ايه؟ قال لي عايز ب 10 جنيه لب سوبر، وهات الباقي كله فك. قلت له حاضر. هو الصراحة كان في فكة يعني، اديته وعملت له كل حاجة والكلام ده كله، واديته ب10 واديته الباقي وفي ايده، وخد الباقي ومشي. تمام. بعد ما اديته زي كده ومشي، لقيته جاي ومعاه مامته شغالة تزعق يعني. حتى قالت لي انت ازاي تاخد ال10 جنيه وما تديهوش الباقي؟ ازاي انت ازاي؟ وقعدت يعني غلطت. وبجد طب قلت لها استهدي بالله. طيب يعني افهم الموضوع. وبعد كده بيتكلمي عيد اهو الكاميرات، تعالي قولي لي عيد الكاميرات بعد اذنك. يعني في اسلوب احسن من كده وحضاري، واسلوب يعني ما يعيبكيش انت كواحده ست. يا ستي كنت جبت بابا مثلا، هنعرف احنا رجاله هنعرف نتفاهم. لكن الدخله بتاعت حضرتك دي دخله وحشه، وداخله تسيء بك قبل ما تسيء بيا لو انا غلطان. قلت لها يا ست الكل والله العظيم، لو انا اديته ال 200 جنيه وبس عادي يعني، انا اديها له من جيبي لو عايزه يعني. قالت لي انت هتبكشش علينا كمان؟ والله العظيم. قلت لها لا والله، احنا ده محلك العيش، والزعيق ده مش هينفع قدام المحل، فانا عايز الم الموضوع مش اكتر. المهم، فتشت في جيب الولد مش عارف ايه، راحت لقيت الفلوس في الجيب الصغير اللي هو من ورا تحت، في جيب كده تحت خالص. هي وماشيه، وبعد ما مشيت اقسم بالله حتى ما رجعت اعتذرت. انا شايفها والله، حتى ما رجعت اعتذرت ولا قالت لي انا اسفه. يعني يا جدعان، يعني بالله عليكم خلوا كده في يعني، لازم نخلي فيه يعني. مش عارف والله العظيم، بس الموقف اقسم بالله ضايقني. يعني انا ما كنتش حابب في يوم من الايام ان انا اتحط مع موقف مع واحده ست مهما يكون. انا كنت بتجنبهم اصلا فوق ما تتخيلوا، ومتجنب برضه نفسه حصل معايا. لان انا عمري في حياتي ما ولا هعلي صوت على واحده، ولا هغلط في واحده، ولا حتى لو غلطت يعني. كل واحد ايه واصله. سلام.